مساء الخير وأهلا بيكم في آخر رحلة في الموسم الثاني من بودكاست قلم حبر. معاكم نرمين حكيم. النهاردة الموضوع مختلف عن كل مرة، والصراحة ما لقيتش موضوع مهم زي الموضوع ده أختم بيه الموسم. موضوعنا عن إزاي أحب نفسي وأكون أناني في حب لنفسي. إيه ده؟ أناني إزاي؟ أكيد في ناس مستغربة، وحد هيسألني ويقول لي أكون أناني إزاي؟ مش المفروض دي صفة مش حلوة في البشر؟ أنا النهاردة هتكلم عن الأنانية بمنظور مختلف خالص، أو بمعنى مختلف عن اللي احنا عارفينه. هتكلم على الأنانية الصحية. إيه ده؟ هو في أنانية صحية؟ وإزاي أنانية وصحية مع بعض؟ أيوة، في أنانية صحية، وفي الآخر احكم بنفسك. الأنانية الصحية هي أن أكون أناني مع نفسي، في حب لنفسي وفي تطوير لنفسي. أكون أناني في كل حاجة بعملها، عايزة أتعلم أكتر وأحقق حلمي بشكل كبير، مش مجرد أحقق حلمي وبس. وإن أهتم بنفسي وبرغباتي وأكون أنا من أولوياتي، وإن أهتم بتفاصيلي أكتر ومش حدش الاهتمام. أكتفي بنفسي، ومش بقول ننعزل عن العالم المحيط بينا عشان أكتفي بنفسي، لأ، بس ما أكونش منتظرة الاهتمام. ولو ما جاش الاهتمام ده إحنا اللي بنتعب وبنبقى طول الوقت متضايقين. الأنانية الصحية شيء جميل، بس بالمعنى اللي بتكلم فيه، مش المعنى التاني خالص إن ما يهمنيش حد وإن مصلحتي وبس، لا خالص. الأنانية اللي بتكلم عليها هي إن أحب نفسي أكتر، لأني من حب لنفسي هقدر أحب كل اللي حواليا. لو اهتميت إن أحقق حلمي بشكل كويس هقدر أساعد اللي حواليا بالطريقة المناسبة. الأنانية مش أحب كل حاجة لنفسي وبس، وإن اللي حواليا ملهمش لازمة وما يهمنيش، لأ، إني أكون أناني بطريقة صحية، يعني أقرب من ربنا وإن حياتي الروحية تكون أفضل وأفضل من دلوقتي بكتير. ولو بخدم أطلع كل طاقتي في خدمتي، وأبقى بغير على خدمتي وحابة أطور منها أكتر، وإن أطور من كل حاجة بعملها وأعمل كيان مستقل بنفسي. أهتم وأحب نفسي هقدر أهتم وأحب أولادي وجوزي وعيلتي. أبسط نفسي عشان أقدر أبسط اللي حواليا، عشان أنا ما كنتش مبسوطة عمر اللي حواليا ما هيكونوا مبسوطين. ولو كرهت نفسي مش هقدر أحب حد. وإن أعمل قوانين وحدود ليا، وأعرف إمتى أقول لأ لما أحتاج لكده. أخصص وقت وطاقة للاهتمام بنفسي وباحتياجاتي الشخصية. أستثمر في نفسي وأهتم بتحقيق أهدافي الشخصية. ونتعامل باحترام مع نفسي، وما أفضلش بنتقد أي حاجة بعملها لمجرد إن أشخاص في حياتي مش واثقين فيا وفي قدراتي. وإن أحط حدود صحية مع الآخرين. أشتغل على نفسي، أعافر، أكتشف طرق كتير لحلمي، عشان الطريق اللي يتقفل أقدر ألاقي طريق تاني أكمل فيه. أحاول أفهم نفسي أكتر وأعرفها أكتر وأكتر. هي دي الأنانية الصحية اللي بتكلم فيها. ساعات كتير بنبقى عايزين نفهم بس الكلام اللي بيتقال قبل ما نقع في مستنقع المعاني والأفكار المغلوطة اللي كترت أول يومين دول. الأنانية ليها معنيين، يا تعيش بالمعنى اللي الناس كلها عايشينه، أو بالمعنى التاني هو إن أساعد نفسي عشان أكون الأفضل والنسخة الوحيدة اللي في حياتي. ما يبقاش حواليا نسخ كتير مني، نسخ ما أقدرش ألاقي نفسي فيها. وعن إزاي أقدر أكون النسخة الوحيدة اللي في حياتي، إن أعرف نقط قوتي وضعفي، واحتفل بكل حاجة فريدة فيا، ومنساش إن أتعامل مع جوانب الضعف اللي في حياتي بطريقة بناءة. مش أفضل طول الوقت بنتقد نفسي عشان بس في عيب فيا. أعبر عن رأيي بثقة، مخافش من الاختلاف مع الآخرين، ودايما أكون صادقة في التعبير عن نفسي. أكتشف حاجات جوايا تحسسني بالسعادة وأركز عليها كويس قوي. أحتفل إني مميز وإني ما بتقارنش بحد، لأن كل شخص مميز ليه طريقته الخاصة. وآخر حاجة إن أحب نفسي، ودايما أكون واثقة من قيمتي، ومخليش آراء حد فيا يأثر على تقديري وحبي لنفسي. وفي النهاية إن أتقبل نفسي زي ما هي، وأعيش حياتي بطريقتي الخاصة، وده السر عشان أكون النسخة الوحيدة اللي في حياتي. الأنانية مش وحشة في حد ذاتها لو فعلا بوجهها بشكل صحي، وهقدر أتغير وأكون الأفضل. يا ترى هتقدر تكون أناني؟
هتقدر تكون النسخة الوحيدة اللي هتخليك مميز وفريد بين اللي حواليك؟ ودي كانت رحلتنا النهاردة، وأتمنى أن أكون شاورت لكم على نقطة مهمة لازم تركزوا عليها، لأنها هتغير حياتكم للأفضل وهتخليكم دايما مميزين. ولو عجبكم الموضوع النهاردة اكتبوا لي في الكومنتات، بجد هفرح برأيكم في الحلقات. ودي كانت آخر رحلة من رحلات الموسم الثاني، وبجد كنت مبسوطة جدا معاكم وبكل كلمة حلوة بتقولها لي. بس استنوا هنا، هو خلاص كده مفيش رحلات تانية؟ لا خالص، في رحلات كتير جاية. انتظروا الموسم الثالث اللي هيكون مختلف تماما، موسم مليان برحلات هتاخدك لعالم انت حابب تكون فيه. وقبل ما انسى، استنوني يوم السبت الساعة 12 الظهر، في موضوع مهم قوي عايزة اقوله لكم. استنوني، اوعوا تنسوا، السبت الساعة 12 الظهر. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للحلقة وكومنت تشجيع منكم. ولو عجبكم موضوع النهاردة اكتبوا لي في الكومنتات، بجد بفرح برأيكم في الحلقات. انتظروني في الموسم الثالث. كونوا دايما بخير. كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر.